الله الرحمن الرحيم. إلى نوجه نداء للجهات لأصحابنا اللي يعتصموا معنا، شباب الثورة والفيسبوك، الناس اللي اعتصمت في القصبة 1، الناس اللي جات في القصبة 2، الناس اللي جات في القصبة 3. نوجه لهم نداء صحابي من سيدي بوزيد، من الحامة، من قابس، من تطاوين، من جرجيس، من حومة السوق جربة، من هنا زاده من نابل، من بنزرت، نرى شويات الاخرين الكلهم ان شاء الله يلتحقوا بينا. فما ناس جايه من تطاوين، فما كان في بالي جايه من تطاوين، يلزمنا معناها العباد الجهات تلتحق، خاطر هذايا المطلب نتاعنا الشرعي، والاعلام راهو سلطه اولى ماهوش سلطه رابعه. اذا كان نحروا نبداو بتحرير الاعلام، رانا بقدره ربي باش نمشيو في مسار التطهيري ونكملوا نطهروا ونحروا بقيه المؤسسات. احنا بدينا الجمعه اللي فاتت، عملنا وقفه احتجاجيه، جات برشا ناس، اما للاسف قاموا بتشويه الوقفه نتاعنا، شوهوها ولونوها ولو انها ما عندهاش لون. في الروبورتاج نتاع تونس 7 نسبوها للتحرير للسلفيه وينسبوها للنهضويين وبعض المواطنين، وقت اللي الغاو صفه المواطنه من الناس المتحزبه هذوما. الناس هذوما خرجوا بكلمه واحده: تطهير الاعلام. احنا مازلنا تواصلنا، مشينا في شكل تصعيدي. الاعتصام هذايا بدا تنديدا بالاعلام الفاسد. قدره ربي منا مروحين من هناك من نسترجعوا السلطه الاعلاميه نتاعنا. المطالب اللي ما ذكروهمش الوقفه الاحتجاجيه الجمعه اللي فاتت، اما البارح الحمد لله يا ربي معناها وصلنا وذكروا معناها بالسيف من عليهم، خاطر عملنا حق الرد. ذيك علاش ذكروهم في الاخبار باش نذكر بهم. استرجاع الشعب، المطلب الاول استرجاع الشعب، السيادة الإعلامية كاملة غير منقوصة بأحداث قناة جديدة اللي هي قناة 14 جانفي. القناة هذه تمثل صوت الشعب والثورة في مبنى التلفزة التونسية المغتصبة من بقايا النظام السابق. ثانيا المطلب الثاني فتح ملفات الفساد المالي والإعلامي للرموز المتورطة في أركان الجرائم، التحريض على القتل، زرع الفتنة، خاصة طيلة فترة الثورة. ثم تمادت في نشر الإشاعات والضغائن والتفرقة بعد 14 جانفي. المطلب الثالث اللي هو شطب الإعلاميين الضالعين في خرق المبادئ الصحفية وطمس الحقائق والتعتيم على جرائم النظام النوفمبري وحماية أركان الفساد، وكذلك المناشدين وأذرعة البوليس السياسي والداعمين للسيطرة على عصابة التجمع وأزلامه. المطلب الرابع إلغاء معلوم الإذاعة والتلفزة من فاتورة الكهرباء والغاز وإلحاقه بصندوق التشغيل والبرامج التنموية. المطلب الخامس إيكال المسؤوليات الإعلامية بطريقة انتخابية شفافة يشرف عليها أحرار النقابة. المطلب السادس توظيف إعلاميين ناصعي سوابق من خريجي وطلبة معهد الصحافة بطريقة التناظر العادل. يظهر لي مطالبنا مشروعة، مطالبنا ماهيش ملونة، مطالبنا هذه يتبناها كل مواطن تونسي يسعى إلى تحرير المؤسسة الإعلامية. كل مواطن تونسي يحب الإعلام يكون محايد. احنا ما نحيناش تجمع باش نجيبوا إعلان مساند للحكومة كما تدعو توا التلفزة، معناها يحرضوا باش يقاطعوا نشاط الحكومة، معناها تغطية نشاط الحكومة لمدة أسبوع. احنا لا نحبوا إعلاميين يوصلوا المشهد الحي كما هو، معناها من الشارع، أحلام محايد اللي يقدم بتونس القدام.